ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وحشتوني قد الدنيا دي كلها بجد، وحشتوني جدا 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 جدا. انا ازاي غبت عليكم 3 ايام؟ قولوا لي كده انا ازاي عملتها؟ انا ما اعرفش عملتها ازاي. بس يا جماعه بجد انا ما عنديش افكار فيديوهات. ده انا بقلب كده بالصدفه في الكومنتات لقيت واحده كانت طالبه مني الفيديو اللي انتوا قريتوه في العنوان، ازاي تبقي كلينجر. فانا قلت بقى خلاص بقى فرصه بقى نعمل لهم فيديو بقى. انا ما عنديش اي افكار فيديوهات خالص خالص، وانتوا حساكوا زهقتوا وحساكوا مليتوا وعايزين حاجات جديده. طب ايه الحاجات الجديده؟ قولوا لي كده اجيب ايه. انا حاسه انا جبت معظم المنتجات. اجيب لكم ايه اللي عندها بقى اقتراح فيديوهات او اقتراح منتج نجيبه ونجربه؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات وساعدوني، لان بجد بجد انا ما عنديش ولا فكره فيديو. طول اعرفوا بقى لما انا بختفي اعرفوا ان انا ما عنديش افكار فيديوهات خالص. اكتبوا لي بقى تحت كده في الكومنتات كل واحده منكم لو سمحتوا كل واحده منكم بقى تكتب لي افكار فيديوهات او افكار منتجات جديده نجيبها نجربها. بس يعني ايه، بالراحه عليا، يعني ما تكونش شطحتوا لفوق خالص، تبقى بالراحه عليا. المهم طمنوني عليكم عاملين ايه في الحر ده. انا بصراحه مفرهده خالص، مش قادره خالص بالحر ده. بس بجد انا فرحت قوي قوي لما لقيت الفيديو اللي انتوا طالبينه. قلت بس فرصه، انا هقوم دلوقتي حالا اجهز واعمل لكم الفيديو ده واصوره لكم وامنتجه لكم وانزله لكم. بجد وحشتوني قد الدنيا دي كلها. وحشني كمان ان انا اطلع اتصور لكم، وحشني كمان الكومنتات بتاعتكم. بجد يا جماعه وحشتوني قوي. وفي كميه ناس داخلين يكتبوا لي انت مختفيه فين. بجد يا جماعه انتوا ازاي كده؟ ازاي كده؟ ما كنتش اتوقع خالص ان انا لما اغيب لي يومين 3 هتسالوا عليا. بجد انا مش مستوعبه اصلا. بجد بحبكم قد الدنيا دي كلها. المهم بقى الفيديو بقى بتاع النهارده ازاي تبقي كلين جيرل باقل الامكانيه. والله انت مش محتاجه ميزانيه كبيره خالص عشان تبقي نظيفه او تبقي كلين جيرل او تبقي شكلك مهندم او شكلك شيك. احنا عايزين ميزانيه بسيطه. والكلين جيرل مش معناه ان احنا ننزل نجيب منتجات بملايين ومنتجات كتير جدا و20 بودي لوشن و20 بودي سبلاش. لا، احنا عايزين حاجات صغننه محندقه كده على قدينا بميزانيه بسيطه جدا 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 جدا، وهتبقي كلين جيرل وتبقى ريحتك حلوه 24 ساعه وتبقى ريحتك حلوه ومش هيبقى فيه اي ريحه عرق، مش هيبقى فيه ريحه اي كمكمه، مش هيبقى فيه اي حاجه من الروائح الوحشه. انا جايبه لك النهارده بوكس مش مكمل ال 150 جنيه. انا مظبطاكوا على الاخر. انا جايبه لكم بوكس مفيش حاجه فيه معديه ال 150 جنيه. هنبتدي من اول بالظبط، من اول بالظبط كده. الحاجات بتبتدي من اول ال 15 وال 20 جنيه. انت مستوعبه؟ واغلى حاجه ممكن تلاقيها 150 جنيه. انت مستوعبه؟ بجد باقل الامكانيه احنا هنشتري حاجات ونبقى ريحتنا حلوه وفريش وريحتنا جميله يبقى زي البنات اللي احنا بنشوفها على طول، تبقى ريحتها حلوه وشكلها شيك ومهندم وكده. وهقول لك على بدائل كتير جدا. لو الاوبشن ده مش هينفع معاكي هقول لك برده على بدائل كتير جدا. فالمهم بقى من غير رغي كتير، انا عايزاكم تنزلوا تحت تعملوا لايكات كتير وكومنتات كتير وتشجعوني كده وتطبيل بقى للفيديو بقى وتقولوا لي الله انت رجعتي ومش عارفه الكلام الحلو بتاعكم ده. لو انت اول مره تشوفيني بقى تعملي لي سبسكرايب لو حابه تشوفيني تاني، وخلينا نبتدي الفيديو مع بعض. بصوا بقى انا مجمعه لكم بوكس شكله جميل خالص. حسوا بوكس كده فيه روايح نظيفه كده، روايح حلوه. اول حاجه ما تروحيش تشتري لي منتجات كتير جدا 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 وانت في الاساس مش بنعمل شيفنج. الخطوه دي يا جماعه مهمه، ودي على اساسها بيترتب حاجات كتير جدا. ما لاقيكيش مثلا انت مش مهتمه بخطوه الشيفنج وتروحي نزلي تجيبي لي بقى بادي لوشن وبادي سبلاش ومش عارفه سكراب وي وحاجات كتير جدا جدا وتدفعي الوفات وبرده ستيل الريحه بتفضل وحشه. مهما عملتي، مهما جبتي اغلى البراندات، مهما جبتي اغلى المنتجات، اغلى بقى المنتجات، ارخص المنتجات، ايا كان بقول لك، هو لو اغلى حتى كمان المنتجات صدقيني وجسمك لسه فيه شعر، صدقيني ريحتك هتفضل برضو الريحه الوحشه اللي انت بتشميها او ريحه الكمكمه اللي انت برضو ستيل لسه برضو بتشميها. طول موجود الشعر موجود مهما حطيتي عليه اي حاجه ريحتك برضو هتفضل وحشه. يعني خلينا بس مستوعبين ودي قاعده كده تمشوا عليها. طول ما الجلد نفسه مش نظيف وعليه طبقه جلخ وكمان فيه شعر، طول ما انت بتحطي عليه طبقات بادي لوشن مخمريه، بتحطي عليه بادي سبلاش، هيفضل برضو ريحته وحشه. طب عشان نتجنب الموضوع ده هنمشي يا جماعه باول خطوه خالص. انا بادئه معاكم من تحت خالص. هتنزلي زي الشطره من اي محل بنشتري شفره واحده، شفره عادي واحده كده لوحدها، مش شرط تشتري باكت لو انت معكيش الميزانيه. الشفره الواحده لوحديها بتبقى بحسبه 15 جنيه 20 جنيه بالكتير. لكن لو هتجيبي باكت بيبقى 50 او 60 وفي اغلى طبعا. فهتنزلي زي الشطره تجيبي شفره كده زي كده لوحدها عادي جدا، وهتعملي شيفنج لجسمك كويس قوي. وبالاخص يا جماعه بصوا، يعني بالاخص كمان المناطق اللي هي مثلا زي البيكيني والاندر ارم. لو معاكي ميزانيه روحي اعملي ليزر، لكن لو مش معاكي على الاقل اعملي الاندر ارم بالشيفنج، والبيكيني لو انت مش هتعرفي تعمليه قصقصي منه الشعر لو سمحتي. ما تسيبيش الحاجه تبقى يعني كتير كده عشان بجد ما ينفعش يا جماعه. الشعر بيعمل ريحه وبكتيريا ريحته بجد بتبقى وحشه جدا
جدا جدا جدا جدا جدا. وانا عارفه ان في ناس كتير قوي بيتعاملوا من الموضوع ده. عشان بصي انا بسطتها لك اهو، مش عايزه تعملي ايدك، مش عايزه تعملي رجلك، ما تعملهمش، لكن على الاقل اعملي مثلا الاندر ارم. الاندر ايه؟ انت احنا بنعرق، وجود الشعر وكمان بنعرق، فيبقى الريحه مش هتبقى هنا، لا دي ريحه تبقى نفاذه قوي، هتبقى ريحتك كمان باينه قوي واللي حواليكي بيلاحظوا. فعشان نتجنب الموضوع ده على الاقل اعملي شيفنج للاندر ارم. لكن البيكيني لو انت مش هتعرفي تعملي شيفنج او خايفه او قلقانه، خلاص يا ستي قصقصي منه وخلصنا على كده. وطبعا كده كده انت لبسك لازم يبقى قطن، اللي هو اللبس الداخلي لازم يبقى قطن، ولازم يتغير على الاقل مرتين 3 في اليوم. يا جماعه احنا بنعرق كتير جدا في الصيف، ودي حاجه طبيعيه، مفيش حد يتكسف منها، كل الناس بتعرق. هاتي لي حد مثلا ما بيعرقش في الصيف؟ لا، كل الناس بتعرق في الصيف، كل الناس عادي بتعرق، دي حاجه طبيعيه يا جماعه، دي حاجه ربنا احنا اتخلقنا بيها عادي جدا، كلنا بنعرق. كمان عايزه اقول لكم ان في ناس في الشتاء بتعرق برده، في ناس في الشتاء، فدي حاجه طبيعيه، ما نتريقش على حد ولا نتكلم على حد ان هو بيعرق. اهم حاجه ان احنا بس هنعمل شيفنج وعلى اساسها الخطوات بقى الجايه. طيب يا ساندي انا عايزه اعمل سكراب او اشيل طبقه الجلخ اللي بتبقى على الجلد، او اخلي ملمس على الاقل الجلد ناعم. بصي يا ستي في كذا اوبشن، زي السكراب اللي هو بيتعمل في البيت عادي جدا، لو انت في حاله ان انت عايزه تعمليه في البيت، اللي هو بيبقى سكر وقهوه وعسل، او بدل العسل بتحطي شاور جل. انا عمري ما جربته ولا عمري حبيت بصراحه السكراب بتاع البيت. حتى السكرابات بتاعت بره جربت بتاع ايفا ده اللي كان تحفه، وسعره حاليا تقريبا عدى ال100. تمام. وطبعا في انواع طبعا ب50 و30 و40، اللي هي زي مثلا بتاع بوبانا، الحاجات دي برده بتبقى سكراب جاهزه من بره بتقدري تستخدميها. انا بقى بفضل ايه؟ بيتعمل مرتين في الشهر وبجد هتاخدي منه نتيجه هايله قوي، الحمام المغربي. انا الحمام المغربي بالنسبه لي زيه زي السكراب بالظبط. ليه استخدم سكراب واستخدم كمان حمام مغربي؟ لا انا بختصر الخطوات علشان يعني ما احسش ان انا بمل، فانا بختصر الخطوات. بجيب صابون مغربي زي بتاع افريكانا اللي هو ده. بصوا يا جماعه انا مخلصاه بجد فعلا على الاخر، بصوا يعني فاضل فيه حبه صغيرين خالص من تحت. من اكتر انواع الصابون بجد بجد اللي بينظف حلو قوي قوي قوي، كمان بيخلي ريحه الجسم حلوه جدا. لو انت مثلا عندك جلدك نفسه بيعمل ريحه مش حلوه، ده مع الاستمرار بيخلي ريحه الجسم تبقى احلى بكتير. ليه؟ لان انت اولا حضرتك مع الليفه طبعا المغربيه بتشتريها ب 35 جنيه، دي كانت من أليس، بتحطي الصابون المغربي وتشطفيه وبعدين تبداي تفركي، فبتطلعي كل الجلخ وكل الجلد الميت وكل الشعر اللي تحت الجلد، فطبقه الجلد الميته اللي من فوق مشت راحت، انت فركتيها ونزلتيها وطلعت بالليفه المغربيه. فعايزه اقولك بعد كده ما تمشي ايدك بس كده على الجلد نفسه هتلاقيها ناعمه ونعومه كده غير عاديه. ليه؟ لان احنا استخدمنا الصابون المغربي. عايزه تعمليه كل شهر براحتك، عايزه تعملي مرتين في الشهر براحتك، طول ما انت حاسه ان جسمك محتاج يتعمل له تنظيف من اول وجديد استخدمي الحمام المغربي. لكن انا حته السكراب دي انا بطلته من زمان، السكراب ده انا مبقتش استخدمه. لو تلاحظوا كمان انا مش برشح دلوقتي اي سكراب، انا مش بستخدم اي سكراب، وده فعلا اللي انا بستخدمه هو الصابون المغربي. في ناس بقى حابه تعمله كل اسبوع، كل اخر اسبوع مثلا تعمله مرتين في الشهر، مره في الشهر، على حسب ما جسمك يبدا يكون هو محتاج. اعملي جسمك بجد بالصابون المغربي وهتيجي تدعي لي بجد. واهم حاجه بعد الصابون المغربي بالاخص، يعني بعد الصابون المغربي اطلعي رطبي جسمك باي مرطب ما فيهوش اي روائح، بنسينول، كرباميد، اي حاجه من الصيدليه او اي حاجه عامه ما فيهاش اي روايح خالص خالص خالص. ودي اهم خطوه عشان تاخدي نتيجه كويسه وجسمك ما يلتهبش بعد الحمام المغربي وتحطي له حاجه بريحه، لا ده كده هيلتهب. لازم نحط بعد الحمام المغربي مرطب ما فيهوش اي روايح. طيب بعد كده بقى بنعمل ايه؟ بص، ما ينفعش مهما عملتي زي ما قلت لكم قبل كده، الناس ممكن تستحمل اي حاجه منك الا الريحه الوحشه. فلو سمحتي ما ينفعش تنزلي من بيتك انت مش حاطه مزيل عرق. دي خطوه ما ينفعش، يعني ما ينفعش بجد، دي ما فيهاش نقاش وما فيهاش جدال. اي مزيل عرق الاسعار بتبدا تقريبا من اول 50 جنيه وفيما فوق لحد ما تطلعي لحد فوق. هاتي على قد ميزانيتك. بس اكتر نوع بجد بجد بقى وبامانه بامانه بامانه انا ارتحت له بتاع ديرما اكتيف، احسن بكتير من بتاع سكينوفا لما بحطه بحس ان انا لا في حاجه غلط، وبحسه كمان ان هو بيلسع سن. حد جرب الحوار ده ولا لا؟ انا بصراحه مش عاجبني سكينوفا خالص لحد دلوقتي، بس انا بستخدمه كده. لكن سكينوفا بجد هو محطوط عندي اهو، انا بجد مش عايزه استخدمه. انا هنزل بجد بجد في ان شاء الله في المشتريات الجديده انا هجيب ديرما اكتيف بس بريحه تانية، لان بجد ديرما اكتيف ده اكتر
نوع انا استمريت عليه اسمه ديرما اكتيف، لو عايزين تاخدوه سكرين شوت خدوه، لان هو بجد بجد احلى مزيل عرق هتستخدموه. ما بتحبيش البليه هاتي سبراي، مش بتحبي السبراي هاتي الستيك لو انت حابه الستيك. المهم هاتي مزيل عرق. ما ينفعش تنزلي من بيتك وانت مش حاطه مزيل عرق بجد. وجماعه المزيل عرق بيتحط على منطقه نظيفه، يعني منطقه ما فيهاش شعر، المنطقه تبقى معموله شيفنج كويس، المنطقه تبقى مغسوله ومتنشفه ما فيهاش نقطه ميه خالص. ليه؟ لان البكتيريا ما بتصدق تلاقي نقطه ميه وتروح متجمعه عليه. فعشان نتجنب الحوار ده المنطقه تبقى نظيفه ومغسوله ومتنشفه كويس قوي 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 قوي. ليه؟ علشان البكتيريا اول ما بتلاقي نقطه ميه بتروح متجمعه ومطلعه بكتيريا ومطلعه روايح كده مش حلو. فاهم حاجه طبعا هي الديودرنت. مهم جدا جدا ما اشوفش واحده مش حاطه بجد الديودرنت، هيبقى فيه نقاش تاني خالص. اللي بعد كده لازم 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 تغسلي جسمك قبل ما تنزل، ان شاء الله حتى بالصابونه. لو معكيش الامكانيه تجيبي شاور جل اغسلي جسمك بالصابونه. هل الصابونه اثرت معاكي يا بنت الناس؟ ما فيش صابونه اثرت معايا، اي صابونه اغسلي بيها جسمك. مع ان انا مش بفضل الصابونه بس يعني بقلل الامكانيه، احنا مش هنصعب على بقلل الامكانيه، على الاقل اغسلي جسمك، على الاقل جسمك يبقى ريحته حلوه. اغسلي جسمك، تبقي عامله شيفنج للاندر ارم، تحطي ديودرنت، تبقي منظفه جسمك، تحطي بودي لوشن وهنتكلم فيما بعد. المهم تغسلي جسمك، دي اهم حاجه اول قبل ما تنزلي. او لو عندك وقت الصبح اغسلي جسمك، لو ما عندكيش وقت الصبح اغسلي الاندر ارم ونشفيه وحطي ديودرنت من اول وجديد. لو في حاله ان انت ما عندكيش اوبشن كده او وقت زياده انك تاخدي شاور الصبح. بعد برضو ما ترجعي من بره اوعي تنامي والديودرنت لسه موجود، يعني دي فكره كده غلط خالص. ده بيخلي البكتيريا يعني بدل ما تبقى هنا لا هي بتبقى في حته تانية فوق. احنا اول ما بنروح لازم نغسل الاندر ارم كويس قوي بميه، مش بنغسله بصابون، هي بنغسل بميه بس، ونحط ديودرنت نشفه كويس قوي، نحط الديودرنت بتاعنا او تاخدي الشاور بتاعك. المهم بواقي العرق وبواقي مزيل العرق او الديودرنت لازم تتغسل على طول اول ما تروحي. ما ينفعش تنامي وبواقي الديودرنت لسه موجوده وبواقي العرق لسه موجوده. انت بجد بتخلي المنطقه دي تسمر اكتر وتبقى فيها بكتيريا اكتر وريحتها تكمكم اكتر، انت مستوعبه؟ فاهم حاجه هنغسل جسمنا لما تروحي من البيت، تغسلي جسمك او تغسلي على الاقل منطقه الاندر ارم في حاله لو انت مش عايزه تاخدي شاور. بس انا طبعا بفضل ان انت تاخدي شاور، تبقى ريحتك فريش، تبقى ريحتك حلوه، جسمك نفسه او الجلد نفسه هيبقى ريحته حلوه وفريش على طول. في حاله بقى ان احنا عايزين نحط بودي لوشن، البودي لوشن ده من كيراند مور، ريحته حلوه جدا وخفيف جدا وبالبشره بتشربه بسرعه، وسعره كام؟ ب 60 جنيه. ريحته بجد خطيره، قوامه خفيف جدا، ريحته زي الفراوله، تحسي ان انت نفسك اصلا تشيز كيك. ريحتك بجد بجد بتبقى خطيره وسعره ب 60 جنيه، هيفضل قاعد معاكي حبه حلوين لو في حاله ان انت عايزه تجيبي بودي لوشن وريحتك تبقى حلوه. طيب في ناس بقى بتلجأ لحته المخمريه او مسك الطهاره، كل دي انواع مسك الطهاره، ودي المخمريه الوحيده اللي انا جبتها اول مره في حياتي. مخمريه اسمها بادي، وعايزه اقول لكم يا جماعه بصوا قوامها بيبقى زي الجل، فاهمين؟ هي بصوا قوامها بصوا بيبقى جل كده، بتبقى خفيفه جدا، بصوا بتدمج بكل سهوله، ريحتها ريحه نظافه بشكل غير عادي. انتوا متخيلين ريحتها يا جماعه بتفضل كمان ثابته في الجسم حبه حلوين. ويا ستي لو حسيتي وانتي بره ريحتك مش حلوه خديها معاكي، دي صغننه جدا، وحطي ورا الودان على ايدك من هنا واعملي كده، ريحتك هتبقى مفحفحه حلوه قوي قوي. طيب مش عايزه مخمريه، هاتي اي نوع مسك الطهاره. انا بجيب انواع يا جماعه اللي هو بتاع حامل مسك او زيت، ده بتاع الزيت اسمه مسك الطهاره بتاع الزيت، وده بتاع حامل المسك. ريحه نظافه وريحه نعومه كده، وتحسي ان انت فيمينين، وتحسي ان انت كلين جيرل ونظيفه قوي في نفسك كده، وريحتك بجد بتبقى مفحفحه وحلوه قوي. طيب في ناس مش عايزه حته المسك والكلام ده، هاتي بودي سبلاش. طيب في ناس مش عايزه البودي سبلاش، هاتي برفيوم. المهم هاتي اي حاجه ريحتك تبقى حلوه. جماعه 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 انتظروا بجد الفتره الجايه، انا هجيب شويه حاجات كده بجد، انا جايباها مخصوص عشان اعمل تجربه لحاجه معمول عليها ترند الفتره دي بشكل غير عادي، بشكل غير، انا هطلبهم مخصوص عشان اعمل الترند ده. ولو طلعت بجد حلوه دي بصوا هتبقى خطيره، واكيد اكيد هقول لكم عليها، انا مش خبي عليكم اي حاجه، بس لو نجحت لازم اعرف كل واحده فيكم بجد الموضوع ده، لان هو بجد هيبقى حلو قوي. مش هقول لكم عليه طبعا دلوقتي، انا في حاجات هطلبها مخصوص، انا حاجات بجد مش هستخدمها، بس
يعني هبقى عايزه الحاجات دي عشان اعملها في حاجه تانية. بصوا بتخلي ريحه الجسم مش هنا، دي ريحتها بتبقى فوق في حته تانية. وانا يا جماعه انتوا عارفيني انا بموت في اي حاجه تخلي ريحه جسمي حلوه. المهم طبعا المسك الطهاره اي واحده من دول بتبقى ب 20 25، المخمريه ب 35 جنيه. البودي سبلاش ده انا كنت جايباه ب 180. هتلاقي اي انواع تانية لو في حاله ان انت عايزه تجيبي اي نوع بودي سبلاش من اول ال 50 جنيه بتلاقي انواع بودي سبلاش. هاتي اللي تحبيه، هاتي اللي يريحك. انا بقول لكم الفيديو ده مش متعدي اصلا ال 150. ليه؟ عشان انا هديكم اوبشنات تانية. لو لقيتوا دي 180 عادي، عايزه تجيبيها هاتيها، عايزه تجيبي حاجات ارخص هاتي. الشفره زي ما قلت لكم بتبقى سعرها ب 15 20 جنيه. الصابون المغربي سعره مش بيتعدى ال 140 جنيه من الاساس. وما تنسوش ان كل المنتجات دي موجوده على نون، وهتاخدوا الخصم بتاعي هسيبه لكم هنا على السكرين. بجد بجد هتاخدوا خصومات حلوه قوي 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 قوي. المزيل العرق ده بتاع ديرما اكتيف انا كنت جايباه ب 130، والليفه دي كانت ب 35 عادي جدا. البودي لوشن ده ب 60 جنيه، ب 80 جنيه الشاور جيل. شفتوا انا قلت لكم كده كل الاسعار. بصوا الاسعار رخيصه ازاي. تخيل بقى لو جبتي الاسعار دي من على نون وكمان هتاخدي الخصم بتاعي، فانت هتجيبي الحاجه مثلا يعني ممكن ده ب 80 جنيه. شوفي بقى الكود الخصم هيديكي كام خصم. بجد بجد يعني شوفي الحاجات لما تجيبيها من على نون هتاخدي خصم فوق الخصم. كل اللي عليكم يا جماعه نهتم بحته ان احنا نغسل جسمنا كل يوم. سناننا ابوس ايديكوا لو ما غسلتيش سنانك الصبح لو سمحتي كلي اي حاجه نعناع. بصي اي نعناع بجنيه، اي نعناع بجنيه. عارفين يعني ايه جنيه؟ اللي ما بقاش يعمل اي حاجه. هاتي اي بونبوني بجنيه بالنعناع، صدقيني هيفرق جدا في ريحه بقك. الناس اللي بتشتكي من ريحه البق اغسلوا اسنانكم كويس قوي وحطوا اي حاجه نعناع، وصدقوني ريحه برده نفسكم هتبقى حلوه قوي 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 قوي. جسمنا يبقى نظيف جدا. بناخد الشاور بتاعنا، الديودرنت بيتحط على منطقه نظيفه ومغسوله وناشفه، ما اشوفش فيها نقطه ميه. هكذا لبسنا الداخلي بيتغير في اليوم 3-4 مرات. منطقه البيكيني ما بنجيش جنبيها. ابوس ايديكوا كفايه كومنتات ازاي نفتحها، ازاي ابوس ايديكوا كفايه. سيبوها في حالها، سيبوا المناطق دي يا جماعه في حالها، وربنا خالقها كده. هي بتبقى اغمق درجه درجتين 3 عن جسمنا، ده عادي. كل اللي عليكي اهتمي بيها، اعملي لها شيفنج او اعملي لها ليزر، شيلي الشعر في العموم. لبسك الداخلي بيتغير ويبقى قطن ويبقى مريح. بتغسلي المنطقه بميه وتنشفيها. شكرا على كده. المنطقه لازم تبقى ناشفه وبس كده. احنا مش عايزين ده كده هتبقي كلينجر. شعرك لو بيعمل ريحه كمكمه اغسلي شعرك اول باول. يعني اغسلي لو انت شعرك بيعمل كمكمه اغسليه 3 مرات في الاسبوع. لو مش بيعمل يبقى مرتين. وما تكتريش كتر غسيل الشعر، بيعمل كمكمه اكتر وبيخلي الشعر اصلا يقع. وكتر غسيل الشعر مش حاجه حلوه على فكره. الناس اللي بتغسل شعرها كل يوم في الصيف احب اقول لك دي مش حاجه صحيه خالص على شعرك وعلى فروه راسك. دي مش حاجه صحيه خالص. لو انت شعرك بيعمل كمكمه قوي اغسلي شعرك 3 مرات واغسليه كويس عشان الفروه بتبقى عامله تراكمات وهي اللي بتبقى عامله ريحه. وبس كده حلوين. ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا تكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولو عندكم افكار فيديوهات برده اكتبوا لي تحت في الكومنتات. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.